مرة بالنقل والأشغال العمومية، ولاية وهران شهدت كذلك الكثير من الإنجازات في هذا المجال، وهو ما سنكتشفه من خلال هذا التقرير. بكثافة قاربت ال2 مواطن تعداد سكان ولاية وهران الباهية، وباستقطابها ل24 مليون سائح خلال موسم الاصطياف لسنة 2015. ثقل الولاية وطنيا ودوليا استوجب الاهتمام بشبكة النقل البري والبحري والجوي. تغيرت مخطط النقل، تغير بالنسبه لحركه المرور اللي كانت متجهه كاع لكسموا لو سونتر فيل اون بلان في قلب مدينه وهران. تم اخراج المركبات هذه وتم دارت في لا بيريفيريك. مشروع توسعة خط الترامواي ودراسة لإنجاز مترو وهران وحتى إعادة تهيئة التلفريك، كلها مشاريع هامة ستتعزز بها الولاية. عندنا لي زيكستونسيون دو ترامواي دورو، عندنا لي اكستونسيون فير لايروبورت سينيا 5.6 كيلومتر، عندنا فير بلقايد 17.6 كيلومتر، وعندنا من ناحيه بن عربه 10.5. وعندنا دراسه انتهت تاع لو مترو دورو، طول الخط تاعه 19.3. هذه الدراسه انتهت. عندنا لا رياليزاسيون رينوفاسيون تاع لا ميزون نيفو تاع التليفيريك دورو. فك الاختناق المروري خاصة في شقه المتعلق بالطريق المؤدي إلى ميناء وهران، وما يعرفه من ازدحام كبير لشاحنات نقل البضائع، حيث يجري إنجاز أكبر مشروع بالولاية، وهو ربط الميناء بالطريق السيار شرق غرب. هذا المشروع على طول 26 كيلومتر، وحاليا ننجز الشطر الأول منه ويتكون من 8 كيلومتر. في 8 هذه كيلومتر هناك منشآت فنية هامة. الأول هو الطريق على مستوى سطح البحر، والذي يبلغ طوله حوالي 1600 متر طولي. كذلك هناك يعني نفق أرضي بطول 1300 متر طولي، وكذلك جزء من الطريق فيها أكثر من 1600 متر طولي، وإنجاز ثاني منشأ فني كبير ان فيادوك الطول تاعو 1270 متر طولي. وفي الأخير هذا المشروع ينتهي، هذه القطعة تاع 8 كيلومتر تنتهي بنفق هام يخرج على مستوى الطريق الاجتنابي الأول لولاية وهران، والذي يعرف هو في مرحلة ثانية إعادة التأهيل. وحاليا تم تصميم المشروع أواخر 2017 بتكلفة إجمالية 60 مليار دينار جزائري. النقل بالسكك الحديدية هو الآخر سيتعزز بدخول خطين جديدين حيز الخدمة. عندنا لا رياليزاسيون تاع لو ترونسون ارز زون اندستريال ارز فيل 7 كيلومتر الطول تاعها. هذا في لو جوان 2016 نستلم هذا. عندنا لا لين فيروفيال حسي مفتوح مستقلم، وعندنا كهرباء الخط وتليلات الحدود المغربية. خط بحري في الأفق يربط بين مدينة وهران ودائرة عين الترك. ضف إلى مشروع توسعة ميناء وهران. إن الحديث عن قطاع النقل بوهران يقودنا حتما إلى مشروع توسعة مطار أحمد بن بلة الدولي وإنجاز برج المراقبة للملاحة الجوية. أيضا المشاريع المبرمجة على مستوى ولاية وهران، عندنا لا نوفيل ايروغار لو تيرمينال تاع الايروبور دو سينيا التي تنتهي الاشغال تاعها في نهايه 2017. عندنا لا نوفيل تور كونترول البرج المراقبه للمطار تاني راه في الانجاز. هي مشاريع قطاع النقل ذات أهمية كبرى، كلها تصب لتقديم خدمة ذات نوعية لفائدة المواطن على أمل أن تزيح عنه مشكلا لطالما أرق صفوه.